السلام عليكم. تعالوا كده ان شاء الله النهارده اما اقول لحضراتكم على مكونات كلفة بيها ومن خلالها هنقدر نخلي الحمام بتاعنا طول السنة يبيض، حتى وقت القلش مش هيبطل بيض. عاوز اقول لحضراتكم ان معظم الناس او معظم الاسئلة اللي بتجيني دايما بتكون الشكوى منها عشان مفيش انتاج او الحمام قاطع بيض فترات طويلة. تعالوا بقى بكلفة النهارده هقول لحضراتكم ايه الحاجات اللي انا بضيفها دايما على الكلفة بتاعتي بتزود عندي الانتاج وعندي وقت القلش، عندي حتى ما الحمام ما بيبطلش انتاج. اول حاجة كلنا عارفين عشان لما نيجي نقول كلفة الحمام اول حاجة بتكون الذرة العويجة. الذرة العويجة كلنا طبعا عارفينها، بس في 3 انواع من الذرة العويجة. في ذرة عويجة بتكون صغيرة، وفي ذرة عويجة بتكون وسط، وفي ذرة عويجة بتكون كبيرة. نصيحتي ليك الفرق من دي بيكون حاجات بسيطة، حوالي 2 جنيه في الكيلو او حاجة. هات من اكبر حاجة. الذرة العويجة بتبقى استوت على الشجرة، بتبقى خدت كل حاجة الحبة محتاجها، فبالتالي برضو بتدي لجسم فرد الحمام كل حاجة هو محتاجها، وبتوفر عليك وقت ومجهود، وان الحمام عندك يقطع بيض فترات طويلة. ودايما بنصح اي حد اما تيجوا تشتروا الكلفة بالذات لو عندكم او الكلفة غالية كلنا طبعا لامسين ده وشايفين الغلا الاسعار بقى عامل ازاي، لا حاول على قد ما تقدر تقلل من كمية الحمام اللي عندك، لكن ما تبقاش اقتصادي في الكلفة شوية. نجيب 10 كيلو من الذرة العويجة. تاني حاجة عندنا الفول الصويا. فول الصويا انا عارفة ان هو غالي جدا، لكن قيمته الغذائية عالية جدا. لو حضراتكم عرفتوا قيمته الغذائية وقد ايه بيخلي فرد الحمام انتاجه حلو، خاصة للنتيان اللي داخلة على وش بيض وكمان للذكورة، صدقوني هتجيبوه. وزي ما قلت برضو من شوية نقلل من كمية الحمام، لكن ما نقتصدش في موضوع الكلفة. موضوع الفول الصويا انا شخصيا بحط الفول الصويا قد عندي الذرة العويجة. بيكلفني شوية، لكن بيوفر عليا مصاريف وادوية وحاجات كتيرة طول السنة. الحاجة اللي بعد كده الفول على حسب مقدرتك، يعني لو عاوز تحط نفس الكمية حط، مش قادر حاول تخليها نص الكمية مش اقل من كده. يعني مثلا ممكن احط بدل اما احط ذرة عويجة 10 كيلو احط 5 كيلو من الفول، ولو قدرت تحط اكتر من كده هيكون الموضوع كويس معاك جدا. الحاجة اللي بعد كده الذرة الأصفر أنا بحطه دايما ربع الكميات. يعني مثلا أنا حاطة من كل كيلو 10 كيلو، لا بحط من الذرة العويجة 2 كيلو ونص. يعني مثلا كل مجموع حاجة بص هلاقيني حاطة 10 حاجات، كل حاجة حطها 10 كيلو، يعني حوالي 50 كيلو. على 50 كيلو هضيف 10 كيلو بس من الذرة الصفراء. الذرة الصفراء من الحاجات اللي بتعمل نسبة دهون، وأنا مش عاوزة الحمام عندي يبقى عنده دهون نهائيا، انا عاوزة يبقى عنده دهون مشبعة. والدهون المشبعة بياخدها من الفول الصويا. دهون مشبعة بتخلي الحمام عندنا ما يكونش عنده نقص في اي خلايا جسمه، وفي نفس الوقت برضو بتحميه من اي سرطانات او من اي موت مفاجئ والحاجات اللي احنا كلنا بنشتكي منها دي. الحاجة اللي بعد كده عندنا الذرة الأبيض هو نفسه الذرة الأصفر، بس أنا بصراحة بحب أضيف الاتنين عشان يكون عندي كمية كبيرة من الحبوب. كل ما زادت كمية الحبوب كل ما كان ده أفضل وأحسن مليون مرة بالنسبة للحمام بتاعنا. برضو بنفس الكمية بضيفها، بحط ربع الكمية. يعني لو أنا عندي 10 كيلو 50 كيلو بضيف 10 كيلو بس برضو على الكمية. طبعا أنا بقول الكمية وحضراتكم تضيفوا كما تشاءوا. أنا شخصيا في حاجات معينة، يعني الذرة الصفراء والذرة البيضاء هي اللي بحاول أقنن أو أقلل منها على قد ما أقدر، لكن ما بشيلهاش من الكلفة. زي ما جسم فرد الحمام محتاج نسبة ألياف عالية، بيكون برضو محتاج دهون غير المشبعة. الدهون الغير المشبعة مادام جاية من الحبوب مفيش منها أي مشكلة نهائيا. امتى الحبوب تبقى ضرر؟ لما الحبوب تكون جاية من الحاجات الغير الحبوب. طب ايه الدهون اللي ممكن تيجي من اكل نحطه الحمام؟ العيش. العيش اسوأ حاجة ممكن حضراتكم تحطوها للكلفة بتاعتكم.
العيش بيربي نسبة دهون عالية جدا وبيأخر في الإنتاج جدا، وكمان دهون ضارة جدا، دهون ما فيش منها أي فايدة لا للزغاليل ولا كمان للحمام المائد. فتجنبا لأي مشاكل ياريت حضرتك تشيل العيش نهائيا وما تحطهوش أي مكان. يعني يوم ما تكون عاوز تحط عيش، في بعض الناس قالت لي أحيانا ما بنلاقيش حاجة للحمام نأكلها فبنفرفت عيش، يبقى تجوعه احسن. انا ده رأيي الشخصي. يعني لو حضرتك لسه هتروح تجيب كلفة او كذا، جوع الحمام ساعتين 3 على ما تجيب الكلفة بتاعتك، افضل مليون مرة من انك تحط له عيش. العيش بيعمل دهون، ودهون بنبقى صعب علينا جدا ان احنا للأسف نتخلص منها. نسبة الدهون العالية اللي بتبقى جاية من الذرة او بتبقى جاية من الذرة الصفراء او الذرة البيضاء بيبقى سهل علينا جدا نتخلص منها مجرد ما بنضيف معاها اضافات تانية. لكن دهون العيش بتعمل كده زي تكيس على المبايض وبتمنع البيض فترات طويلة، وكمان بتمنع نسبة التخصيب لمدة طويلة جدا. الحاجة اللي بعد كده الشعير. الشعير من أفضل أنواع الحبوب اللي أنا شخصيا ببقى عاوزة أضيف أضعاف الكمية اللي أنا حطيتها. يعني الشعير بالذات بحطه قد الذرة العويجة مرتين. الشعير فيه نسبة ألياف عالية جدا، وفي نفس الوقت برضو بنسبة فيتامينات ومعادن مش موجودة في أي حاجة تانية. الشعير بيعمل غسيل كلوي يوميا لو محطوط في الكلفة، وكمان بيمنع تكون السموم، وكمان حلو جدا جدا للهضم، وكمان بيحوش أي بكتيريا في الأمعاء. فياريت الناس تحط الشعير على قد ما تقدر. الشعير بنجيبه منين؟ من عند أي حد من اللي بيبيع الكلفة. تقول له أنا عاوز شعير، أعزكم الله، قولوا له أنا عاوز شعير من اللي هو بياكلوا الحصان أو بياكلوا الحمار، أعزكم الله. يعني الشعير ده بيكون شوية فيه السلة بتاعته طويلة، تجيبوه عادي خالص وتدبدبوا عليه دبدبتين كده بعصاية أو بخشبة، السلة بتقع تتكسر ومفيش منه أي مشكلة خالص. طيب الناس بقى اللي دايما بتشتكي وتقول أنا بخاف أحط الشعير عشان الشعير ممكن يجرح الحصالة بتاعة الطيور عندي او حاجة، كل الكلام ده كلام عاري تماما من الصحة. انا زي ما حضراتكم شايفين لو تلاحظوا عندي الشعير اكتر حاجة في الرز في الكلفة، بعد كده الرز شعير. وبالمناسبة الشعير حاجة والرز الشعير حاجة تانية خالص. الشعير يا جماعة اللي احنا بنعمل منه التلبينة او بنعمل مشروبات للناس اللي بيكون عندهم حصاوي على الكلى او عندهم اي مشكلة في المية اللي احنا هنا كبني ادمين. فالشعير بيكون حاجة والرز الشعير حاجة تانية. الرز الشعير هي الحبة اللي احنا طبعا الناس في الفلاحين عارفين الرز الشعير. الرز الشعير ده اللي بتبيض وبتعمل منه المحشي وبتاكل، ده الرز الشعير. اما الشعير اللي بتعمل منه التلبينة وبتعمل كمشروبات للناس اللي بيكون عندهم تعب في الكلى. بالنسبة برضو لرز الشعير بعض الناس قالت ممكن يخرم الحصالة، لا مش عارف ايه. انا طول عمري ما احط رز الشعير، والشعير اضعاف كميات اللي انا حطاها. يعني مثلا انا لو حاطه من كل حاجة 10 كيلو، بحط من الذرة من الشعير 20 كيلو 30 كيلو، لو اقدر هحط اكتر من كده. ولو حضراتكم ركزتم معايا هتلاقوا عندي الكلفة جدا فيها شعير ورز شعير بكميات عالية جدا، لان ده اكتر حاجة فيها نسبة الياف عالية جدا، وفي نفس الوقت برضو فيها الحبة الكاملة، فيها كل الغذاء اللي ممكن عندنا فرد الحمام يكون محتاجها. من الحاجات برضو اللي انا لازم ما ننساهاش البسلة. وما نيجي اجيب البسلة، هات البسلة تكون الحبة الظاهر بتاعها لونه اخضر لكن ناشفة جدا، ما جيبهاش من الحاجات اللي بتبقى يعني مش ناشفة كويس، لان الكلفة لو مش ناشفة كويس للأسف بتعمل مشاكل كتير. تعالوا بقى كده بعد ما كونت الكلفة بتاعتي دي كلها، بمسك كل المكونات بتاعتي بقلبها زي ما حضراتكم شايفين. انا حاطه شعير ورز شعير، وعندي زغليل لسه طالعه من البيضه، وعادي الحمام بياكل وياكلها مفيش اي مشكله. الاهم ان انا اما اجي اقلب الكلفه بتاعتي ممنوع نهائيا، هو ده الضرر بقى مش اي حاجه تانية، ممنوع ان انا احط عليها اي نوع من انواع
البهارات او يعني في مسميات كتيرة شفتها ناس كتيرة بتسألنا عليها، ممنوع نهائي نحط اي نوع من انواع البهارات او التوابل على الكلفة بتاعتنا. البهارات اللي بتتحط او التوابل للأسف بتعمل ديدان رفيعة جدا، بتأثر على الأمعاء عند الطيور، بتربي نسبة ديدان، وده طبعا بيأثر على الكلفة بتاعتنا وبيخليها فيها حاجات مش كويسة. كل اللي حضرتك تعمله هتقلب الكلفة كويس جدا على بعضها، وبعد كده تبدأ ان انت تحط عليها كيسين من كيسين الملح الناعم. الملح الناعم اللي موجود في كل بيوتنا، هنحط ملح ناعم ونقلبها كويس جدا ونحطها في مكان مناسب. ويوميا قبل ما اكل الكلفة الحمام بتاعي احاول ان انا احط على التحريقة شوية من البذور، جميع انواع البذور يوميا قبل ما تاكل الحمام بتاعك. لو عاوز تكرم حمامك فعلا وتخلي حمامك زغليل وانتاجه كويس جدا، قبل الاكل بتلت ساعه هات جميع انواع البذور، بذر فجل، بذر جرجير، بذر كراث، اي بذور، بذر شبت، اي بذور. يعني احنا بناكل